يحاول الكثير من الشوفينيين عربا كانوا أو مستعربين أن ينفوا عن أهل جبل الأكراد صفتهم القومية، ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع دعوني أسألكم: أين يقع جبل الأكراد؟ بالتأكيد هناك الكثير ممن لا يعرف بأن جبل الأكراد يقع ضمن 3 محافظات سورية، ويشكل جزءا كبيرا ومهما منها، وهي محافظات اللاذقية وحما وإدلب. هنا أذكر بعض المصادر التي تتحدث عن الوجود التاريخي للكرد في سوريا عامة وفي جبل الأكراد خاصة. يقول المستشرق الفرنسي رينيه دو ساود، والمختص بتاريخ سوريا والمتوفي في العام 1958 للميلاد في كتابه الصادر عام 1927 للميلاد في العاصمة الفرنسية باريس ما يلي: يعود تاريخ الوجود الكردي في سوريا قبل التواجد العربي بمرحلة زمنية سحيقة، ويعود لمئات السنين قبل الميلاد، حيث كان سهل العمق ومنطقة حارم مأهولة بالكرد وتحت سيطرة الكرد قبل غزو الإسكندر المقدوني للمنطقة. الآن دعونا نعرف ما كتبه وترجمه من الأرشيف العثماني المؤرخ والبروفيسور الألماني ستيفان وينتر أو شتيفان وينتا كما يلفظ الألمان الاسم. يقول: كانت منطقة الجبال الساحلية الشمالية حول اللاذقية تاريخيا مركز استيطان كردي مهم. يوثق السجل العقاري للضرائب من القرن السادس عشر بناء مسجد الأكراد في جبلة من دخل محصول خاص يعود ربما إلى طبقة من الكرد المتحضرين، والذين ربما كانوا يمتلكون أراضٍ زراعية منذ عصر المماليك الشركس بين الأعوام 1382 1516 للميلاد. كان يطلق حتى القرن العشرين اسم جبل الأكراد على المناطق المرتفعة خلف جبلة واللاذقية، ولا تزال المناطق المحلية تحتفظ إلى أيامنا هذه بأسمائها الكردية كدوير الأكراد، مزار الأكراد، بيت الأكراد إلى آخره. كان بيت ياشوث وقرى علوية أخرى تعود ملكيتها ولحقبة طويلة لآغا عائلة كنج. كان حصن صهيون في سنجق جبلة حسب المصادر العثمانية، والذي كان يعود إلى الفرسان الصليبيين، مسكونا من قبل قبيلة ساجلو أو ساجلو الكردية في القرن الثامن عشر الميلادي، إضافة إلى عائلة حسن آغا رستم الكردية، والذي امتد نفوذ هذه العائلة في كامل جبل الأكراد حتى بانياس، وبقيت هذه العائلة مسيطرة لعدة أجيال في تلك المناطق حتى القرن التاسع عشر الميلادي. أكتفي بهذه المعلومات من البروفيسور ستيفان وينتر الذي نقلها من الأرشيف العثماني، وأذكركم بمصدر آخر وهو كتاب عشائر بلاد الشام لأحمد وصفي زكريا الذي صدر عام 1945 للميلاد، وفيه يتحدث عن الوجود الكردي في هذه المناطق. دعونا من المصادر، ودعوني أسألكم: هل لدى الكرد دولة ونظام شوفيني كالأنظمة السورية والتركية والفارسية والعراقية حتى يقوموا بتكريد ما ليس لهم مثل ما فعلت الأنظمة الأربع المذكورة؟ بالتأكيد لا. لهذا تم تسمية هذا الجبل بجبل الأكراد نسبة إلى ساكنيه الكرد، وليس لسبب آخر ولا مجاملة من أحد. وموضوع التسمية لا يقتصر على الجبل فقط، بل على الكثير من قراه وعائلاته التي لديها أسام كردية، وكمثال على ذلك قرية مزين، ومزن بالكردية تعني الكبير، ووادي باصور، وباصور تعني الهواء الأحمر أي الهواء الحاد، وقرية سيترب وتعني بالكردية القبور الثلاثة، وكبانة قرية كبانة وتعني ربة المنزل، كبانة أي ربة المنزل، وشير قبوع، وشير بالكردية تعني أسد أي الأسد قبوع، وقرية آرة، وآرة تعني بالكردية النار، وتردين، تردين تطلق على الشخص شبه المجنون، وعرافيت، وفيت بالكردية تقال عن الشخص الضخم. هذه أسماء بعض القرى التي لا تزال تحتفظ بأسمائها الكردية ولم تطالها أيادي التعريب. كما أذكر بعض العائلات في الجبل بأسامي كردية، وهي فاتو، حمدو، سينو، درويشو، كنج، جناورو، أوسي،
زمو، وليو، برو، بكداش، دودو، حجيكو، الدو، رشوب. لذلك يتضح بأن تسمية جبل الأكراد جاءت من ساكنيه الكرد، والذين غالبيتهم من أحفاد صلاح الدين الأيوبي الذي قام بتوطين جنوده وعائلاتهم في الجبل تمهيدا لمعركة بيت المقدس. وقلت غالبيتهم كون الوجود الكردي في جبل الأكراد يسبق مجيء القائد صلاح الدين الأيوبي، لأنه كما ذكرت لكم في بداية الفيديو نقلا عن المستشرق الفرنسي رينيه دوساوت بأن الوجود الكردي في سوريا يعود إلى ما قبل الميلاد. في النهاية أريد أن أذكركم بقوله تعالى في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. لذلك أقول لكل كردي من جبل الأكراد متمسك بأصله الكردي بأنك تطبق قوله تعالى: ولا تنكروا خلق الله الذي خلقك كرديا، فطوبى لكل من يحترم خلق الله. وشكرا.